السلام عليكم. معامل ارتباط بيرسون. ايه معامل ارتباط بيرسون؟ معامل ارتباط بيرسون هو بيعرفنا العلاقة ما بين الاكس والواي، هي علاقة طردية ولا عكسية. وعايز تفهم اكتر عن العلاقة الطردية والعكسية ومعامل ارتباط بيرسون، شوف معانا فيديو بتاع سكاتر دياجرام، انا شرح فيه كويس جدا، هتقدر تفهم معامل ارتباط بيرسون بالتفصيل. لكن هنا خلينا نشوف المعادلة السريعة اللي احنا نقدر نعملها مانوال ومن خلال الداتا اناليسيس اللي موجودة في الاكسل. احنا عندنا الاكس والواي، دي الارقام اللي موجودة عندنا، وعايزين نطلع العلاقة ما بين الاكس والواي سواء كانت طردية او عكسية. ادي المعادلة بتاعتنا بتاعت المعاملة ارتباط بيرسون، وادي الجدول اللي هننفذه بيها. طبعا احنا عندنا الان ده العدد، الاي ده السمشن بتاع الاكس والواي، سمشن اكس سمشن واي. احنا هنترجم الكلام ده كله من خلال الجدول ده، ويطلع لنا في الاخر ان معامل ارتباط بيرسون بالنسبه للاكس والواي هو ال 83 دول. ده المعادله بالطريقه المانوال. تعال نعملها سوا. طبعا احنا ده كله مش موجود معانا، بيبقى معانا بس ايه؟ الاكس والواي. ده اتنين متغيرات عندنا، بنقدر نشوف ايه العلاقة ما بينهم من خلال المعامل ده. طبعا هنعمل اجمالي الاكس ونشد لان احنا محتاجين الاجمالي ده في كله. الاكس اس 2 ده محتاجين نقول ده بيساوي البي 2 في البي 2 تاني، يطلع معانا ونشد على بقية الجدول. الواي هيبقى بنفس الطريقة، نشد على بقية الجدول. وبعد كده آخر حاجة عندنا اللي هي الإكس في الواي. وبكده يبقى احنا إيه؟ وفرنا كل البيانات اللي محتاجينها من خلال الجدول في المعادلة اللي قدامنا، وبنعملها زي ما انتوا شايفين كده. المعادلة لازم تتكتب بالطريقة دي. أي حاجة مش موجودة أو ترتيبة مش موجودة زي في المعادلة، الرقم ده هيطلع مختلف أو ممكن ما يطلعش معانا رقم أصلا. طب ده المانوال، وقعدنا نكتب المعادلة دي كلها مانوال عشان نطلع بالرقم ده. طب احنا عايزين نعملها من غير المعادلة وتبقى اوتوماتيك على طول عشان ما نتلخبطش فيها. هنخش على داتا هنا، ولو ما لقيتهاش انا برضو موجود عندنا في فيديوهات ازاي تضيفها معانا. هنخش على كورليشن، نعمل اوكي، هنختار الاكس والواي بتوعنا. وبعد كده طالما انا اخترت اسم الكولوم من فوق اللي هو الاكس والواي، لازم اعلم هنا ان انا ايه؟ اخترت الاكس الكولوم، الهيدرز بتاعه موجود معايا. لو اخترت من اول ال 11 وال 40 بشيل العلم. طبعا هنا المكان اللي المفروض يطلع لي فيه البيانات، نختار اي مكان احنا عايزينه ونديله الاوكي. هتلاقيه على طول حسبها لي مجرد ما اديته البيانات على الاكس والواي ان الار عندنا هيساوي ال 83. لو شفنا الارقام وفتحناها هتلاقي نفس الارقام اللي طالعه معانا بالمعادله اللي احنا عملناها، بس هنا طلعت في دقيقه واحده وبس كده.